20/1/2013 مكالمة الإفراج عن الإرهابيين. مع هذه المكالمة بالذات نكشف كيف كانت تدار مصر. ببساطة شديدة كان الأمير يأمر والرئيس ينفذ، ففيها يأمر الظواهري مرسي بالإفراج عن الإرهابيين المدانين في جرائم ضد المصريين قائلا: عناصرنا كان لها الفضل في وجودكم خارج سجون الطغيان، ومساندتنا وجبة ومطالبنا صغيرة: الإفراج عن رجال القاعدة والمجاهدين في سجون العقرب وغيرها من السجون، ودعمنا بالمال والسلاح في ليبيا واليمن وسيناء، وأن يكون هناك جزء من المال لأسر المجاهدين وتدريباتهم في سيناء. مطالبنا ليست بالكثيرة، وهناك مطالب أخرى ستكون عبر وسطاء من إخواننا الأشقاء. وهذا ما حدث بالفعل، إذ خرج الإرهابيون من السجون ليقتلوا المصريين بعد ذلك. بالفعل كان الرئيس لا يملك سوى تنفيذ أوامر الظواهري، فعقب هذه المكالمة دخل سيناء 350 عائلة من عائلات التكفيريين وعائلات أخرى تابعة لأحمد عشوش إلى سيناء، وجرى تسكينهم وإعاشتهم هناك بناء على أوامر مرسي شخصيا، حيث وفرت لهم أماكن وأراضٍ داخل سيناء. كما خطط مرسي في ذلك الوقت لغلق سجن برج العرب نهائيا، لكن جماعة الإخوان تراجعت عن قرارها لتوفير محبس لعدد من المعارضين والإعلاميين في هذا السجن، بناء على نصيحة من الشاطر قال فيها إن السجن سيكون للمعارضين، ولكن يمكن خروج كافة الجهاديين.